كتير من الناس بتحب المسلسلات الكورية، بس ما يعرفوش إن في بعض المسلسلات بتكون مبنية على قصص واقعية ومستوحاة من الواقع. في فيديو النهاردة هنتكلم عن أكتر 10 مسلسلات كورية متاخدة ومستوحاة من الواقع، وبعض القصص الصادمة اللي هو إزاي انتوا بالشر ده. رقم 1: القاضي الشيطان. قصة درامية اجتماعية سياسية بتتكلم عن قضايا فساد وسرقة بيتم الحكم فيها عن طريق القاضي كان جيوهان، اللي بيخترع تطبيق المحكمة اللي بيخلي الناس تصوت للحكم اللي شايفينه من وجهة نظرهم، لأن المحكمة بتبث على الهواء مباشرة. القصة مستوحاة من قضايا فساد حقيقية في النظام القضائي، وبتتكلم عن تلاعب السلطة في كوريا. رقم 2: مسلسل ملك الخنازير اللي تم إصداره سنة 2022. هي دراما نفسية بتتكلم عن كيونج مين اللي تعرض لصدمة عنف مدرسي من 20 سنة، ولكن أخفى مشاعره وكان باين عليه إنه شخص سعيد بحياته ومع مراته، لكن بسبب حادثة هتساعد على ظهور شخصيته الحقيقية. ويبدأ المحقق جونج سوك باستقباله رسائل غامضة من صديق عرفه من 20 سنة بتفكروا بالحادثة دي. المسلسل مستوحى من قصة حقيقية ومن حوادث عنف مدرسي حصلت في كوريا، زي حادثة انتحار طالب بسبب التنمر سنة 2011. رقم 3: مسلسل سيجنال تم إصداره سنة 2016. بيتكلم عن محققين من الماضي والحاضر بيتواصلوا مع بعض لحل جريمة من أبشع الجرائم في كوريا، وهي هوا سوانج المتسلسلة. الجريمة دي حصلت في الثمانينات وراح ضحيتها حوالي 10 ستات من أعمار مختلفة، كانوا ضحية لقاتل متسلسل ومغتصب، واتعمل لها فيلم بيتكلم عن نفس القصة. أما بالنسبة للمسلسل بتاعنا اللي هو إشارة، يعتبر من أعلى المسلسلات الكورية تقييما في تاريخ التلفزيون. رقم 4: مسلسل سائق تاكسي. سنة 2021 تم إصداره. بيتكلم عن كيم، خريج الأكاديمية البحرية الكورية اللي اتقتلت مامته لما كان طفل، فلما يكبر هيشتغل في شركة بتقدم فرصة للانتقام، فبالتالي هيبدأ ينفذ عمليات انتقامية نيابة عن الضحايا. المسلسل مقتبس عن جرائم حقيقية حصلت فعلا في كوريا، زي قضية وي ديسك وقضية غرفة إن، اللي هي أساسا عبارة عن شبكة إلكترونية للابتزاز والإتجار الجنسي وغيرها. مسلسل عبر الظلام مبني على مذكرات أول محلل نفسي جنائي في كوريا. قصته دي دخلتنا عالم القتلة المتسلسلين. بتدور أحداث المسلسل في الأيام الأولى لتطبيق تحليل السلوك الإجرامي، وعن أول محلل سلوك إجرامي بيكافح لتحديد الأنماط السلوكية للقتلة المتسلسلين، في محاولة منه للإثبات للمجتمع أنه تحليل السلوك الإجرامي هو مستقبل التحقيق الجنائي. رقم 6: مسلسل الرحيل الأخير. دراما كورية مؤثرة عرضت على منصة نتفليكس. بيدور أحداثه عن الشاب هان المصاب متلازمة أسبرجر، واللي بيشتغل مع والده في شركة الرحيل الأخير، ودي شركة متخصصة في تنظيف المنازل بتاعة المتوفين وترتيب ممتلكاتهم الشخصية الخاصة فيهم. بعد وفاة والده هيظهر عمه، وهو رجل سابق كان في فنون القتال شغال يعني، خرج من السجن، هيصبح واصي على هان، وهيشتغلوا هما الاتنين مع بعض في الشركة دي، وهيكتشفوا من خلال ممتلكات المتوفيين قصص إنسانية مؤثرة بتكشف كتير عن جوانبهم الخاصة بيهم. المسلسل مستوحى من مقالة واقعية بعنوان أشياء تركت وراءها للكاتبة كيم ساي بايول، اللي كانت من أوائل اللي اشتغلوا في مجال تنظيف منازل المتوفيين في كوريا. رقم 7: مسلسل ترنيمة الموت. بتدور أحداثه في أوائل القرن العشرين خلال فترة الاحتلال الياباني لكوريا، وبيروي قصة حب مأساوية بين اتنين من الرموز الفنية الحقيقية في التاريخ الكوري. كيم وو جين كاتب مسرحي مثقف وموهوب، متزوج ولكن بيعيش حياة فارغة، متمرد ضد الاحتلال الياباني ويسعى للتعبير عن الحرية من خلال الفن. ويون شيم ديك، وهي مغنية موهوبة تعتبر أول مغنية أوبرا كورية، بتقع في حب كيم وو جين، وده في أثناء عملهم مع بعض في العرض المسرحي.
المشكلة إن رغم حبهم العميق لبعض إلا إن ظروفهم الاجتماعية والسياسية هتقف ضد علاقتهم، وجين متجوز وشيمدك هتواجه الضغوط الكتير من المجتمع، طبعا بالإضافة إلى القمع ضد أو تحت الاحتلال الياباني. في النهاية هما الاتنين مش هيقدروا يكملوا، وهيحطوا نهاية لحياتهم وهينتحروا مع بعض بطريقة مأساوية. المسلسل مكون من 3 حلقات ومستوحى من القصة الحقيقية لموت يو جيم ديك المأساوي، واللي أصبحت أسطورتها رمز للحب والحرية في كوريا. رقم 8، مسلسل ما وراء الشر. هو دراما كورية جنوبية من نوع الإثارة النفسية والجريمة. اتعرض في فبراير 2021، والمسلسل ناجح، أخد جوائز كتيرة جدا: أفضل دراما، أفضل سيناريو، أفضل ممثل. المسلسل بتدور أحداثه في بلدة اسمها مونجو الصغيرة. بيعاد فتح تحقيق في سلسلة جرائم قتل متسلسلة حصلت قبل 20 سنة. بيتعاون الشرطيين مع بعض لي دونج شيك وهان جوون في محاولة لكشف الحقيقة، وأثناء التحقيق بيواجهوا تساؤلات كتيرة جدا عن مين القاتل. المسلسل على الرغم من أنه هو ما بيستندش مباشرة إلى قصة حقيقية، إلا أن تم استلهامه من قصة أو من قضية جرائم القتل المتسلسلة في هواسيونج اللي وقعت أو اللي حصلت في كوريا الجنوبية بين سنة 1986 وسنة 1991. رقم 9، مسلسل عدالة الأحداث. هو دراما كورية اتعرضت سنة 2022 على نتفليكس، وبتدور أحداثه عن القاضية الصارمة شيم اللي بتنتقل إلى محكمة أحداث في منطقة بتشهد ارتفاع في جرائم المراهقين. ورغم قسوتها اللي ظهر عليها من بره، إلا إننا بنكتشف لاحقا أو بعد كده يعني إنها بتخفي ماضي مؤلم مرتبط بجريمة ارتكبها مراهق ضد طفل صغير. والمسلسل بيتناول قضايا كتيرة جدا زي التنمر والقتل والعنف الأسري. المسلسل مبني على قضايا حقيقية حصلت في كوريا الجنوبية فعلا، زي جريمة انتشن اللي حصلت سنة 2017 اللي فيها مراهقة قتلت طفلة صغيرة، والحادثة دي هزت كوريا كلها. رقم 10 والأخير، مسلسل قديسو المخدرات. دراما كورية جنوبية اتعرضت على نتفليكس في سبتمبر 2022. بتدور أحداث المسلسل عن كانج، رجل أعمال كوري بيسافر لأمريكا الجنوبية علشان يبدأ تجارة الأسماك، لكن بسرعة هيلاقي نفسه متورط في عملية سرية لجهاز الاستخبارات الوطني الكوري علشان يوقعه واحد اسمه جون يو هوان، وهو كوري متخفي في زي قس مسيحي علشان يدير شبكة تهريب مخدرات ضخمة لأوروبا. بيتجبر كانج على الشغل كعميل سري، وبيخوض مغامرة محفوفة بالمخاطر. المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية حصلت في التسعينات، وبيتكلم عن قصة جو بونج هيانج، وهو مهرب مخدرات كوري هرب من كوريا الجنوبية سنة 1994 بعد اتهامه بالسرقة والاحتيال، وسافر إلى أمريكا علشان يبدأ شبكة تهريب كوكايين خاصة فيه. المسلسل عمل جدل دبلوماسي كبير جدا، بحيث إن أعربت حكومة كوريا أو أمريكا قصدي عن استيائها من تصوير البلاد كمركز لتهريب المخدرات، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد نتفليكس